شريك الحياة النرجسي، الزوج النرجسي والزوجة النرجسية. وبننسى تماما اننا ممكن نكون موجودين في علاقة عمل او علاقة صداقة او علاقة صلة رحم، قد تكون ايضا علاقة مسممة وعلاقة مؤذية. العلامات اللي هقول عليها دلوقتي تدل على وجودك في علاقة مسممة وعلاقة مؤذية. اول حاجة النقد الغير بناء، انه كل ما يشوفك ينتقدك على كل حاجة، ينتقدك في لبسك، ينتقدك في تفكيرك، لدرجة انك تستفز وتخرج اسوأ ما عندك. تاني حاجة انه يحسسك انك وجودك زي عدمه، فتحس دايما معاه بعدم الامان وانك ما عندكش ثقة وانت معاه. تالت حاجة شكاي بكاي، كل ما يقعد معاك يقعد يشتكي من زوجته، يشتكي من اولاده، يشتكي من اصحابه في العمل، يشتكي من الحياة، لكن في الفرح دايما نسيك. زي ما بنقول كده ايه، في الفرح منسيين وفي الحزن مدعيين. رابع حاجة انه الاستنزاف النفسي والمادي، دايما بيسحب الطاقة بتاعتك. مجرد ما بتكلمه او انك بتقعد معاه تحس ان انت الطاقة بتاعتك كلها اتسحبت. مش بس كده، ده كمان مستنزف ماديا. يعني ايه؟ يعني يقول لك ايه، اعزمني على كوباية شاي، ما تاخدني معاك في طريقك. فدايما مستنزفك ماديا. ده كمان لو انت جايب طقم جديد ممكن يقولك ما تسلفني الطقم ده، ما تسلفني فلوس. فمش مش مستنزف نفسيا بس، لا ده مستنزف نفسيا وماديا. خامس حاجة الحسد، دايما بيحسدك على النعمة اللي انت فيها وان انت محظوظ، وان هو لا حول له ولا قوة، ان هو الحياة عنده بايظة خالص، وان هو مش احسن حاجة، وان انت دايما مجرد ما بتحط ايدك في حاجة بتلاقي ان انت محظوظ وجاتلك على طول. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل بقية الصفات الشخص النرجسي. مع السلامة.